السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحريق اللي وقع في حي العنق بمدينة الدار البيضاء في 19/1/2024، يعني يوم الجمعة اللي هو البارح. اليوم أنا غادي نديكم حتى المنطقة باش تشوفوا النتائج ديال الحريق، يعني من بعد الحريق. الحريق وقع تقريبا ما بين 4 الصباح حتى 6 الصباح تقريبا، كانت صافي ما بقى ما يتعتق. المهم كيف ما شفتوا معايا، نتمنوا أنه ما تكونش خسائر بشرية، لأنه كانت خسائر مادية اللي هي كبيرة كيف ما كتشوفوا معايا. صراحة منين مشيت ما خلوناش أننا ندخلوا يعني لداخل، ولكن راه جبت لكم ها أنتم راه كتشوفوا راه كاينين صور من المكان ديال المطعم. مطعم بطبيعة الحال بريستيج اللي كان على لا كورنيش. وها أنتم غادي نخليكم تشوفوا الصور ديال الحريق، ومن بعد نتكلموا على النتائج ديال هذا الحريق. كيف ما شفتوا أن الحريق خلف واحد الخسائر اللي هي مادية كبيرة. أسباب الحريق الصراحة ما معروفاش لحد الآن، يعني الأسباب ديال الحريق ما معروفاش. كان ديك الليلة كانت واحد الريح اللي هي كثيرة، يعني بزاف د الناس قالوا أنه ممكن يكون تماس كهربائي أولا البوطة. وحاجة واحدة أخرى، كاين الناس اللي تشككوا أنه ممكن يكون الحريق مفتعل، يعني ممكن يكون مفتعل بأسباب اللي هي كتيرة. كاين منهم اللي قالوا حتى ممكن أنه تكون يعني بفعل فاعل، أو مقصود باش لاسيورونس تعوّدهم، يعني الله أعلم. يعني صراحة أسباب الحريق ما معروفاش لحد الآن، صراحة أنا ما عندي حتى معلومات عليها. ولكن كيف ما كتشوفوا الخسائر اللي هي مادية كبيرة بزاف. كنتمنى الصراحة أنه ما يكونوش خسائر بشرية كيف ما قلت لكم، لأنه منين شفنا المنظر، راه المنظر صراحة واحد المنظر اللي هو مهول بزاف. وخصوصًا أن هاد المطعم واحد المطعم اللي هو كيف ما قلت لكم بريستيج، كاين على لا كورنيش، وعنده واحد الإطلالة اللي هي زوينة، زوينة بزاف. وهاد المطعم عنده زبائن خاصين. الحمد لله، الحمد لله أنه الوقت اللي كان الحريق تقريبًا جا في واحد الوقت زمني. وهانتم شفتوا الريستورون كيفاش كان قبل، راه كان واحد الريستورون اللي هو بريستيج ومعروف تمايا في الدار البيضاء. المهم كيف ما قلت لكم الحمد لله أنه الوقت اللي كان فيه الحريق ما كانوش الزبائن، يعني ما جاش في واحد الفترة زمنية اللي كيكونوا زبائن مترددين على هذا المطعم. كيف ما كنعرفوا أنه مطعم اللي معروف وكيكون عامر لا بالصباح ولا زعما بالنهار أو العشية أو لا حتى بالليل، يعني ما كيكونوا كيسدوا حتى لواحد الوقت تقريبا واحد 12 الليل ولا، يعني في ديك الفترة الزمنية غادي يكون المطعم عامر. الحمد لله أنه واخا كان زعما الحريق كنتمنوا أنه ما يكونش، المهم الضرر راه باين أنه ضرر مادي اللي هو كبير، يعني ما يكونش ضرر بشري بالنسبة للناس أصحاب المطعم. ولكن الحمد لله أنه جا في واحد الوقت زمني اللي ما كانوش الزبائن كاينين فيه. هنايا وريتكم الإطلالة اللي كيطل عليها المطعم والجوانب ديال المطعم اش كاين هو قريب للمنارة. الناس اللي كيعرفوا المنارة اللي كاينة في الدار البيضاء، وعنده واحد الإطلالة اللي زوينة اللي كتطل على البحر كاملو، وكتسمعي ديك الأمواج ديال البحر، وواحد الجو اللي هو تمايا زويون. يعني كاينين واحد المجموعة ديال المطاعم تمايا مسكين حدا بعضياتهم. ما عرفتش الصراحة واش تقاسوا بهذا الحريق، لأن أنا الصراحة ملي مشيت لهاد المكان هانتوما كتشوفوا التصاور، هادشي اللي بان ليا، يعني ما بانش ليش. بان ليا المطعم بوحدو هو اللي متضرر وفيه ضرر اللي هو كبير، ولكن الجوانب ديالو الحمد لله ما مقيوسين، ما فيهم حتى حاجة. كاينه فيه كيف ما قلت لكم اطلاله اللي هي زوينه. نتمنى انهم يا اما يعوضوا الناس ديال المطعم، او لا الا كان صراحه حريق اللي باسباب تماس كهربائي او لا البوطه او لا الله اعلم، المهم اسباب ديال الحريق. ولكن زعما منطقه اللي هي زوينه تستاهل انه يكون فيها شي حويجات اللي يعززوا السياحه ديال هذه المدينه. حاجة واحدة أخرى اللي بغيت نشارك معكم، أن الناس اللي غيتضرروا أكثر هما العاملين ديال المطعم. كيف ما شفتوا كاينين 250 عامل. هاد 250 عامل بطبيعة الحال غتبقى اون شوماج، لأن دابا المطعم صافي مقفول
الناس اللي خدامين فيه بطبيعة الحال غيبقاو اون شوماج، ما عرفتش واش غادي يديروا معاهم حل ولا لا. يعني الله يصاوب ليهم والله يسر ليهم أمورهم، لأنه راه كاينين تما الناس اللي هازين أسر وعائلات. نتمنى أنه يتعودوا على هاد الضرر، يعني لا أصحاب المطعم ولا الناس اللي عاملين فيه. كيف ما شفتوا راه واحد الإطلالة اللي هي زوينة كيفاش كيديروا المطعم على البحر وعلى المنارة وهنايا راكم كتسمعوا أصوات ديال البحر. كنتمنى أنه ما يزعجوكمش، حيت أنا كنعرف أنه كاينين الناس اللي تعجبهم صوت البحر، كاينين اللي لا، وكاينين الناس اللي ما كيعجبهمش. المهم إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة وتخليو لي الآراء ديالكم. واش الحريق مفتعل، واش الحريق تماس كهربائي، أو لا إلا عندكم شي فكرة على أسباب الحريق ما فيها بأس أنكم تشاركوا معنا في لي كومونتير. نتمنى أن الفيديو كيف ما قلت لكم ينال الإعجاب ديالكم، تشاركوه مع الأصدقاء ديالكم، وما تخ... ما... نتمنى تخليو لي حتى الآراء ديالكم على هذا النوع ديال المحتوى، واش كيعجبكم ولا لا. ما بقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم، إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله. سلامة.